السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم فلوس تورك. الحمد لله حاليا وصلنا ل 1985 متابع بفضل الله وبفضل المجهودات ديالكم. شكرا لكم بزاف على التفاعل وعلى التعليقات الجميلة ديالكم، كنحاول نجاوب على اي تعليق. دونك بالنسبه ديال الحلقه ديال اليوم فراه غادي نشوفوا واحد الحاجات اللي مهمين بزاف. هذا الشيء علاش كنصح اي واحد انه يكمل الفيديو حتى الاخير ويركز مزيان. واخا الفيديو غادي يكون طويل شويه ولكن غنحاولوا نشرحوا فيه واحد الحوايج اللي مهمين بزاف واللي خاص اي مستثمر كاين في البورصه او لا باغي يدخل البورصه خاصو يعرفهم. دونك حاول تركز او تكمل حتى الاخير باش تفهم وتستوعب مزيان. دونك اليوم غادي نحاولوا نشوفوا شنو وقع في الضبط في التفاصيل في الحصه ديال يوم الجمعه. غنشوفوا من الناحيه التقنيه ومن الناحيه النفسيه. موراها غادي نشوفوا شنو الدرس اللي غادي نتعلمنا في هذه الحصه وكيفاش خاص المستثمر يتصرف من يكونوا بحال هاد اللحظات. واخر حاجه غادي نقول لكم علاش هاد الجلسه بالنسبه لي انا شخصيا كنعتبرها هي احسن جلسه دازت في المسار ديال الجي من نهار دخلات لابورس. دونك قبل ما نبداو كيف ديما غادي ندير واحد التذكير بسيط باللي هادشي اللي كنديرو واللي كنبارطاجي معكم فراه كيبقى مجرد الراي الشخصي ديالي والتحليل الشخصي ديالي للبورصه ديال الدار البيضاء وماشي توصيه او نصيحه بالبيع او الشراء. كيف ما كتشوفوا فراه الحصه ديال نهار الجمعه سالات بواحد الانخفاض ديال 2.45% ديال المازي كامل. كيف ما كتفهموا فراه المازي راه هو المؤشر اللي كيمثل لنا المتوسط ديال جميع الاسهم اللي كاينين في البورصه ديال الدار البيضاء، يعني كيعطينا فكره شامله على التوجه ديال بورصه الدار البيضاء. وهذا المازي فراه خلال اخر حصه ديال نهار الجمعه راه دار واحد الانخفاض ديال ناقص 2.45%، واحد الانخفاض اللي كبير بزاف بالنسبه للمازي. دونك كيف ما كتشوفوا هادشي غادي يرجع بواحد النسبه كبيره بطبيعه الحال الجي تي ام. علاش؟ حيت حاليا ولات كتمثل تقريبا ما بين 5 حتى 6% من لا كابيتاليزاسيون ديال المازي. دونك راه كان عنده واحد السبب في هذا الانخفاض ولكن ماشي هي السبب الوحيد. وغادي نشوفوا بطبيعه الحال هنايا انتم كيف ما كتشوفوا. غادي نبداو من الجي تي ام. راه بالحصه ديال نهار الجمعه راه كانوا بزاف ديال الانخفاضات ماشي غير الجي تي ام اللي بوحدها، يعني هذا الشيء كيخلينا نطمئنوا واحد شويه. يعني راه كان واحد التصحيح ديال المازي كامل في نهايه السنه، شيء اللي عادي جدا. يعني ماشي غير الجي تي ام اللي حاله منفرده. كون كانت غير بوحدها اللي هبطات هنا غادي نطرحوا بزاف ديال التساؤلات، ولكن كيف ما كتشوفوا فراه المازي كامل كان فيه انخفاض الكبير وبزاف ديال الشركات انخفضت القيمه ديالهم نهار الجمعه. وشركات الكبار كيف ما كتشوفوا كاينه ريزما، كاينه لافارشولسيم، بنك اوف افريكا، وكاين اتلانتا، سي اف جي، ارادي، سي ام جي بي ام سي اي، سوتيما، فيسان، سوناسي، تجاري اللي الثاني اكبر كابيتاليزاسيون مور الجي تي ام في لابورس هي انخفضات اللي شركه قويه بزاف. وفاء اسيرونس، اكديتا، البنك الشعبي، يعني كان مرسى ماروك، يعني كان واحد الانخفاض في المازي كامل. كيف ما كتشوفوا هذا الشيء سي نورمال. بالنسبه لي شخصيا عادي. نهايه السنه كيبداو لي كونسوليداسيون، كيبداو فوالا لو مارشي كيحاول يتستاغنا باش ياخذ واحد لو سو يعني هاد لو تريمستر الاخر كامل، هاد 3 شهور الاخرى ديال السنه. فراه كيقبل المازي كيدخل في واحد لو رانج اولا كيدخل في واحد الانخفاض، يعني كيريكيبيري شويه، كياخذ السفل ديالو، كيستراح على اساس باش انه السنه المقبله يدير واحد المسار ديال النمو ان شاء الله. دونك مني شفنا شنو اللي وقع في المازي كامل نهار الجمعه غنمشيو نشوفوا لو شارت. غنشوفوا الشارت ديال المازي. راني كنت ديجا درت ليه واحد الدراسه ديالي، واحد التحليل ديالي ما كنقويش قوه الرسم وهذوك الخطوطه. كان البازيك كيف ما كتشوفوا. كنرجعوا كنشوفوا ليستوريك. هذا اللي كتشوفوا درتو بلورونج. فراه كيعطينا ليستوريك ديال المازي. حاولت نشوف الشهرين الاخرى كيفاش كيكون المازي اترافير السنوات. كيف ما كتشوفوا في الاخر ديال 2022 فراه فوالا كان واحد الانخفاض وموراها دار صحيح دار واحد الانخفاض كبير عاوتاني. فوالا واحد لو رانج اللي كبير عميق. النهايه ديال 2023 كذلك فوالا واحد لو رانج بقى المازي كيدور. موراها دارته هو عاوتاني واحد الانطلاق في الصعود خلال السنه. 2024 في النهايه ديالها نفس الشيء، المازي دخل
في واحد الرانج مورا هاد الصعود، دخل في واحد الرانج عاوتاني كيستراح، فوالا هو دار الانطلاقه ديالو. وفي النهايه ديال سنه 2025 كيف ما كتشوفوا هو حاليا دخل في واحد لو رانج. هنا كاين واحد لو نيفو بسيشيك، فوالا واحد لو نيفو بسيشيك ما بين تقريبا 18000 نقطه. واحد النيفو بسيشيك كيوصل ليها المازي، كيعاود يهبط. هنا فاتها وصل لواحد المستوى ديال 20000 نقطه، عاود ثاني هبط، قاس هذاك لو نيفو بسيشيك، عاود قاسو، عاود طلع قرب يقيس لينا هذيك 20000، عاود ثاني هبط قاس لينا هاد المستوى النفسي ديال 18000 نقطه. فوالا نزوميو شويه باش يبان داكشي بوضوح. فوالا قاسو هنا، عاود هبط، قاسو هنايا طلع ل 20000 نقطه، عاود قاسو هنايا. هنا بدينا كندخلوا في واحد لو رانج، فوالا هو هذا لو رانج. هذا هو اخر هبوط اللي هضرنا عليه ديال ناقص 2.45% ديال نهار الجمعه. دونك من المحتمل بزاف انه المازي يعاود يهبط يقيس لينا هاد لو نيفو بسيشيك هذا اللي حطيناه هنايا، يعاود يقيسوا لينا هنايا في هاد لي نيفو. وديك الساعه غادي يجينا تقريبا مع نهايه السنه ديال 2025 بدايه ديال 2026 موراها، باش السهم ينطلق ان شاء الله ويحاول يتجاوز هذا المستوى ديال 20000 نقطه. فوالا هادشي باش تكون عندنا واحد النظره، نرجعوا للتاريخ، شفنا المازي شنو دار في السنوات الماضيه. ما قلنا في نهايه السنه كيدخل في واحد لو رانج، كيدير النمو ديالو في النهايه ديال السنه، وثاني كيدير واحد لو رانج ديالو كيدير النمو. فوالا نفس الشيء هنايا، دخل في لو رانج دار النمو حتى لهذا المستوى هنايا، وهنا راه دخل في واحد لو رانج باش ان شاء الله يدير النمو ديالو. يعني هاد الانخفاض اللي شفنا نهار الجمعه ديال في المازي راه عادي، استراحه، وان شاء الله بحول الله وقوته فراه المازي فوا غادي يسالي هاد الاستراحه اللي قلنا غادي يقدر مازال يزيد يهبط. مازال نهار 2 3 4 نشوفوا مازال كيزيد يهبط. في البدايه ديال 2026 يقدر يزيد يهبط شويه، وموراها فوا غادي يقيس هاد لو نيفو بسيشيك هنايا، فراه كنشوفوا ان شاء الله راه المازي غادي يعاود يكمل الانطلاق ديالو. جميع الظروف كاينه، النمو الاقتصادي كاين، لا بوليتيك ديال البنك المغرب تاع الفائده ما تغيرش، بقى في المستوى ديالو ثابت. بيرسبكتيف زوينين، كاينين لي كرون شونتيي غتسالي كاس افريقيا، غادي يبدا المغرب عاوتاني لا ريبريز ديال لي طرافو ديالو. دونك جميع المؤشرات باش انه سنه 2026 غادي يكون واحد النمو ديال المازي كاينين، ما كاين حتى شي خبر ماشي هو هذاك. دونك ان شاء الله هذه مجرد واحد لا كوريكسيون اللي عاديه جدا في عالم البورصه، وان شاء الله غادي نفوتوا هادرنا تصحيحات اعمق واعمق بكثير وتجاوزناهم. فيما يخص انخفاض ديال سهم جي تي ام، فكيف ما كتشوفوا اخر حصه راه سجلنا واحد التراجع ديال ناقص 9% اللي قدروا نسميوها ان ريزيرفاسيون لا بيس ديال 10%، وسدينا بواحد الثمن ديال 809 ديال الدراهم. دونك الا بجينا نشوفوا لا بيرفورمانس حاليا، فراه الناس اللي شارين جي تي ام وباقيين ما باعوش، فراه عندهم حاليا واحد لا بلو فالي ديال 110%، وديجا هذا واحد لو شيفر اللي زوين بزاف. ما عرفت الصراحه علاش الناس تقلقوا وما عجبهمش الحال وتخلعوا بزاف. راه ديجا الناس راه حنا شرينا في 383، وحاليا راه الثمن ديال جي تي ام واصل لواحد لو نيفو ديال 809 درهم، وهادشي كيعطينا واحد لا بريفالي ديال 110% اللي ديجا زوينه بزاف. هذا من جهه. بالنسبه لابيرت ديال البارح، فراه السهم الا جينا نهضروا حقيقه فراه نزل ب 20% وماشي 10%. علاش؟ حيت السهم فوا دخل دار واحد لا ريزيرفاسيون على هوس ديال 10% اللي خلاته يوصل تقريبا للمستويات ديال 990 درهم. هذا مني دار لوفيرتور ديال المارشي. موراها في العشيه مني قربنا نديروا لا كلوتور، السهم هبط ودار واحد لا ريزيرفاسيون على ريزيرفاسيون على بيس، وتكلوتير المارشي في 809 درهم. دونك الا بدنا نحسبوا شحال ديال الانخفاض، فراه حقيقه 20% وماشي 10%. هذا الشيء اللي خلاه الناس
ودار واحد لابانيك في السوق وخلى الناس بزاف اللي باعوا الاسهم ديالهم، حيتاش للاسف الناس تحركوا بلي زيموسيون ديالهم، تحركوا بالعواطف وجات كانت واحد لابانيك في السوق والناس بداو غير كيبيعوا. هادشي اللي خلى الثمن يدير هاد الهبطه الخيبه بزاف ديال ناقص 20%. شوز كي نورمال، قانون العرض والطلب. لا غير اللي كنا كنشوفوا يوميا ديال انها بسببها كنشوفوا 10% هي انه كان الطلب كتير والعرض قليل. اشنو اللي طرا؟ هاد الشيء تقلب اليوم بكل بساطه. اليوم ولا العرض كتير، كلشي باغي يبيع، وداكشي اللي خلى الثمن انه يهبط مقابل الشراء. الناس اي حاجه كتحط البيع كتشرى، وهذا الشيء اللي خلى الثمن يهبط لهذا المستوى ديال لي تكلوتيرابي ديال 809 ديال الدرهم. دونك بغينا غادي ندخلوا شويه في لو فون باش نعرفوا علاش هبط، علاش من هاد، باش حتى الناس المبتدئين تكون عندهم واحد الفكره ويعرفوا السوق كيفاش كيتحرك. علاش هبط من 890 درهم نيشان هبط بهذه السرعه الثمن ديال 809 درهم؟ وهادشي اللي حاجه عاديه في سوق البورصه، وهذا كيتسمى لو سيرشوف بورسيي. دونك الثمن بقى كيطلع ومني كيطلع لهاد المستويات اللي كبار فراه الهبطه كتكون قويه. فوالا، وهادشي اللي طرا ايفيكتيفمون مني كيهبط السهم كيهبط واحد الهبطه قويه. علاش؟ حيتاش الثمن تزاد بواحد المستوى اللي كبير بزاف، كيبقاش كيرفليتي لينا لا رياليتي ديال الشركه، الحقيقه ديال الشركه. ولا هذاك الثمن زيد بارابور لا فالوريزاسيون ديال لا سوسيتي. هادشي اللي كيخلي هادوك المؤسسات الكبار والشركات والمستثمرين الكبار كيديروا ما يسمى بلا بريز دو بينيفيس، كياخذوا الارباح ديالهم، حيتاش صافي الثمن بالنسبه لهم وصل لواحد السقف، وصل لواحد الثمن اللي الله يجعل شي بركه. صافي ما خصنا نبيعوا، ناخذوا لي بينيفيس ديالنا. وديجا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف هو ان هادشي جا في نهايه السنه. كيف ما كنعرفوا الشركات تم اللي كيشريو بزاف ديال الاسهم. دابا راه الا جينا نشوفوا دابا في نهار الجمعه كانت 27 نهار الجمعه، 2 غادا تكون 29. دونك نهايه السنه. دونك بالنسبه لي شخصيا فراه دخلوا باعوا، دونك راه مقرروا انهم يبيعوا هاد الاسهم باش يدخلوهم في الارباح السنويه ديالهم. هادشي اللي خلى هاد لابانيك توقع. دونك هادشي علاش درنا هاد لو موفمون، هبطنا كامل هاد الهبطه القويه، حيتاش لي غرون انفستيسور دخلوا باش يبيعوا الاسهم ديالهم، وهذه حاجه عاديه جدا. وهذا الهبوط راه صحي مزيان. السهم بقى كيطلع كل 8 الحصص كيدير 10%. الحمد لله درنا واحد الربح اللي زوين بزاف. وحاليا السهم راه دخل كيدير واحد التصحيح اللي عادي جدا في العالم ديال البورصه. وهذا هو العقليه اللي خاص تكون عند الناس الجداد اللي داخلين في البورصه. راه عادي تشوف هاد الارقام راهم عاديين في العالم ديال البورصه. ما كاينش واحد لاكتيف اللي كيبقى طالع حياته كامله طالع بلا ما يهبط. راه الذهب اللي هو لاكتيف اللي كل شيء كيتيق فيه، هو واحد الملاذ امن للعالم كامل. راه كتجي واحد الوقيته اللي كيدير واحد لي كوريكسيون اللي خايبين بزاف، ومن بعد راه كيستجمع الطاقه ديالو وكيعاود يطلع عاود ثاني باش كيحطم المستويات السابقه. دونك هاد لي كوريكسيون عاديين، وخاص المستثمر تكون عنده واحد لابيتونس وواحد القابليه انه يشوف هاد 20%. ما يبقاش يتخلع، ماشي غير بانت لي 10% ندخل نجري نبيع نهبط السوق. لا خاص الانسان يتريت وتكون عنده واحد الرؤيه. هادشي علاش كندويو على الشخصيه. باغمي الحوايج اللي خصهم يكونوا في واحد المستثمر، خصو يكون عارف شنو كيدير. وللاسف هادشي اللي وقع في اجتام واحد النسبه كبيره ديال لي بيرسون فيزيك اللي شراو، اللي هما هادو غنشوفهم في هاد الريزلطه ديال لا سوسكريبسيون. هما لي بيرسون فيزيك هما الاشخاص، هما حنايا راه الا جينا نشوفوا شحال ديال الناس، راه 168700. دونك هاد 168000 راه الاغلبيه ديالهم جاوا بسبب هاد الضجه، هاد اللي فوغي اللي وقعت في اجتام. كلشي كيهضر عليها، لي ريزو سوسيو، لي بونك، واللي تيطريح في القهوه كيهضروا على اجتام، تمشي للسوق كيهضروا على اجتام، الخضار يهضر على اجتام، كلشي ولا كيهضر على اجتام. دونك هاد الشيء اللي وقع الناس بزاف ما فاهمين حتى شي حاجه، زعما عادي. هذه حاجه عاديه، الناس كتمشي مورا مني كيكون شي حاجه طوندونس ولا هادي، الناس كتمشي موراها وكتلقى ما فاهمش بتاتا العمل ديال سوق الاموال كيفاش، خاصه البورصه كيفاش كتخدم. على الاقل لي فوندامونطال الاساسيات ما كتلقاهمش عند الناس.
دونك كيولي الريح اللي جا كيديهم صافي، شافوا السهم هبط كلشي كيبيع، دونك حتى انا غادي ندخل نبيع. الوغ كو هاد لا سوسيتي واخا وصلات جي تي ام، واخا وصلات لواحد لي فالوريزاسيون، هذا كيبقى الراي الشخصي ديالي، هذا التحليل ديالي انا شخصيا، واخا وصلات لواحد لي نيفو اللي لا فالوريزاسيون ديالها اللي طلعت ولات كبيره، ولكن راه كتبقى واحد لا سوسيتي اللي كبيره بي ار ديالها طلع ولا انجيستيفي بارابور النيفو الحالي ديال الارباح ديالها، وحتى المستويات اللي تقدر دير منها للقدام داخلين في هذا لو بي ار، ولكن كتبقى الشركه نظرا للمغرب والبورصه المغربيه كتبقى واحد الشركه اللي كبيره وكبيره وكبيره بزاف. كيف ما قلت لكم الي واحد لا سوسيتي اللي خاطره وعندها شخص عنده واحد التواجد ديالها في السوق المغربي. وبيان سور ملي غادي نجيو مازالين لي شونتي غتاخذ دي شونتي كبار اللي ما داخلينش في الكارني دورد ديالها، مازالين غادي ندخلوا، وعندها واحد كتعطينا واحد لو روتور سيغ انفستيسمون اللي كبير كيف ما كنا شفنا في اخر فيديو، كنا حسبنا الاغوي ديالها راه كتعطينا واحد الروتور سيغ انفستيسمون اللي كبير. دونك هادشي كيخليها واحد لا سوسيتي كبيره فوالا. ولا مشينا شفنا هنا في هاد الريزلتا غنمشيو نشوفوا لي انستيسيونيل كانوا طلبوا 200 مليون سهم، خداو 4 المليون، دونك بقى عندهم واحد الطلب كبير نون ساتيسفي ما قدروش ياخذوه. وكيف ما كتشوفوا الا رجعنا لاخر حصه فراه تباعت 2 مليون ديال الاسهم، اغلبيه واحد النسبه كبيره اللي باعوا فراهم لي بيرسون فيزيك، وهذا الشيء راه واضح هنايا الا مشينا لي ترانزاكسيون اللي دازو كيف ما كتشوفوا 10 50 فوالا، غير الارقام الصغار يعني الا كاينين واحد لي زوردر هادو بين دي انستيسيونيل دخلوا شراو، مؤسسات دخلت شرات، ابار سا فراه الناس اللي كيبيعوا راه هما الاشخاص لي بيرسون فيزيك فوالا. الا بقينا غادي راه ما غنتساليوش، دونك راه غير لي بيرسون فيزيك جات واحد لا بانيك في السوق، بزاف ديال الناس تخلعوا خافوا، هذه كتسمى الفومو، الناس تحكموا فيهم المشاعر ديالهم ودخلوا كيبيعوا. وهذا الشيء اللي قلنا بلي المستثمر اللي كيستثمر على المدى البعيد، علاش لابورس خاصك الناس تدخل تستثمر على المدى البعيد، ما تقولش انا غادي ندخل شهر ولا شهرين. كاينين الناس اللي كيديروا لاربيتراج مي هادو سو سون دي جون اللي اكسبيريمونتي عارفين شنو كيديروا، كيدخل كياخذ 100% ديالو ولا 110 ولا 80% ديالو، وكيخرج كيمشي كيبلاصي هذوك الفلوس في لو بورتفوي ديالو اللي عنده واحد لا فيزيون سيغ لو لون تيرم. هادو بالنسبه للاربيتراج. دونك كيف ما شرحت لكم بخلاصه غنمشيو نرجعوا للتصويره ديال الكارني دوردر باش الناس تفهم. دونك كانت ملي فقنا الصباح كانت واحد لا دوموند ديال تقريبا 3 المليون. هاد 3 المليون خلات لنا ان السهم يدير واحد لا ريزيرفاسيون على هوس ديال 10%، عادي بحال لي سيناريو اللي شفنا جميع الحصص، كتكون لا دوموند كبيره والناس ما باغاش تبيع، دونك عطانا في نهار الجمعه عطانا واحد لا ريزيرفاسيون على هوس ديال 10%. لحد هنا مفهوم، كلشي كان فرحان، الناس عندهم 10% ديالهم، الناس ناشطه، كلشي ضاحك، كلشي ناشط. موراها هاد لا دوموند صراحه ما كنتش صورتها، كنت كندخل كنشوف لو كارني ولكن ما صورتهاش. هاد لا دوموند بدات كتنقص بشويه. الناس كيديروا لانيلاسيون ديال لي زوردر ديالهم، كيبداو كينقصوا حتى وصلات الى بقيت عاقل مليون وشي حاجه ديال الاسهم اللي كانت لا دوموند. بقى الثمن كيهبط شويه، ما بقاش غير على روس، مي بدا كيهبط واحد شويه، اللي خلانا نشوفوا هاد الهبطه الخايبه هذه في النهايه اللي وريتكم اشنو اللي وقع بالضبط. كان واحد الحدث اللي وقع هو هذا، غنمشيو نشوفوه في الكارني ديال لي ترانزاكسيون، نمشي نصوروا لكم فوالا. هو هذا هو مفترق الطرق. كنت كنقرب لي كومونتير كان صراحه ضحكوني بزاف، قال لك خلاونا تمشينا نصليو الجامعه وداروا ما بغاو. دونك فوالا جا واحد دارت واحد لا ترانزاكسيون اللي تبعت فيها 1.5 مليون ديال الاسهم بالثمن ديال 989 درهم، يعني واحد لا بريز دو بينيفيس اللي عاديه الاخر ديال العام كيف ما شرحنا. جاو واحد الناس كبار، اكيد هاد 1.5 مليون غتكون عند شخص او الاشخاص دي بيرسون مورو او دي انستيتيسيونيل، يعني في هاد جوج فئات يا اما لي انستيتيسيونيل يا اما لي بيرسون مورال. غيكونوا حطوا واحد لي زوردر ديال دو فونت كبار، حطوا واحد 1.5 مليون ديال الاسهم. وكيف ما قلنا راه كانت هذيك لا دوموند اللي كانت كتحمي مشات ما بقات، دونك تقلب السيناريو. اشنو ولات لوفر اكثر من لا دوموند، لو بري هو هبطه صاروخيه. هادشي اللي خلاك وقعت هي مباشره. غادي يبان لكم مورا هاد لا ترانزاكسيون شوفوا شنو غيوقع. تباعت 1.5 مليون ديال الاسهم، شوفوا الثمن مورا غيهبط حتى 975 الناس بدات كتبيع. فوالا شوف هي 54 الوحده و54
وحده 55 بدات الناس كتبيع بيع 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 لدرجه واحد لقيتها راه كان الا شفتو الناس كتدخل باش تبيع كتلقى لابليكاسيون بلونطي السيستم تبلوكا حيتاش الناس كتبيع. وكاينين لي انستيتيسيونيل بيان سيغ ولي بيرسون كبار راهم كيدخلوا يتبوزيسيوناو هما شراو هنايا 12000 سهم الناس كتبيع 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 فوالا هما كيشريو كيف ما كتشوفوا. دونك هنا وقعت لي غوفي هنا وقع الخوف لا بانيك الناس بدات كتبيع وكاين اللي كيشري ها هما الناس كيدخلوا كيشريو وقعت لا بانيك وقع الخوف في المارشي. دونك دخلوا الناس كل شيء بدا كيبيع 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 والثمن غادي وكيهبط وغادي تكلوتيرا في لا فان ديال لا سيونس غادي تكلوتيرا ب 109 ديال الدراهم. وكون ما كانتش هذيك لا ليميت ديال 10% راه كنا نشوفوا ناقص 20 او 30% ديال الانخفاض. دونك كانت واضحه اشنو اللي وقع اليوم. راه ما كانش مانيبيلاسيون ما كان والو في السوق هادشي عادي. هادي واحد لا كوريكسيون اللي عاديه جاو الناس ربحوا حسوا بلي هذاك الربح بان ليهم الربح ديال هاد لي بينيفيس الله يجعل شي بركه. الثمن وصل لواحد لي نيفو اللي كبار بزاف دونك قرروا انهم يخرجوا يبيعوا الاسهم ديالهم ياخذوا لا بريز دو بينيفيس يدخلوها في الارباح ديال سنه 2025. هذا الشيء اللي خلاهم يبيعوا الاسهم ديالهم بواحد لا كونتيتي اللي كبيره. هبطت السوق هاد الهبطه دارت واحد لي غوفي دارت واحد لا بور دارت واحد لا بانيك لعبات على لي زيموسيون ديال هاد لي بيرسون فيزيك جداد اللي داخلين وما فاهمينش في السوق خلاتهم انهم ينفعلوا والمشاعر والاحاسيس ديالهم والخوف ديالهم من انهم يخسروا بزاف دخلوا كيبيعوا 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 كيبيعوا. هذا الشيء اللي خلى الثمن يبقى غادي وكيهبط خلى الثمن يهبط ل 809 ديال الدراهم. وكيف ما قلت لكم راه كون ما كانتش هاد لا ام ام سي مدايره هاد لي نيفو هاد لي طرونش ديال ماكسيموم 10% ناقص 10% الثمن غادي يفوت ناقص 10%. ولكن اوغوزمون كاينه هاد لي فليكسياسيون لا ليميت ديال لي فليكسياسيون. دونك فوالا الفيديو كان طويل شويه حاولت نشرح لكم علاش اشنو وقع تكنيكمون. راه تقنيا اشنو وقع لو كارني تقلب فوالا ان ريفيرسمون دو كارني دوردر هذيك تسمى ريفيرسمون ديال لو كارني دوردر. الكارني دوردر تقلب لقيتها كانت عندنا طلب كيفوت بزاف العرض كان الثمن كيطلع ب 10%. اليوم السيناريو تقلب حلينا بدينا نهار الجمعه السيناريو العادي ديالنا طلب بزاف ما كاينش اللي كيبيع ضربات هذيك الوقيته ديال الصلاه فاش كنا كنصليو دخلوا الناس باعوا الاسهم ديالهم 1.5 مليون ديال الاسهم تباعت. دونك فوالا ولات لوفر لا دوموند كان هذاك لا دوموند تحيدت من الكارني هذاك لوغدر انيلا اللي كان فوالا. دونك ما كاينش اللي يشري كلشي باغي يبيع فوالا الثمن هبط. موراها غادي نمشيو للتفسير النفسي. التفسير النفسي هو اللي قلنا لا فينانس كومبورتمونتال فوالا لا بسيكولوجي لو بي بسيكولوجيك الناس خافوا لا بور لا بانيك كلشي كيبيع. دونك كلشي ولا كيبيع كلشي كيبيع هذا هو السبب النفسي اللي خلى السوق يهبط. دونك شنو الدرس اللي غادي نستافدوا اليوم؟ الدرس اللي خصنا نستافدوا هو ان البورصه كيف ما فيها الصعود كيف ما فيها الهبوط واي اكتيف فينانسي كيف ما كان النوع ديالو اللي كيكون عنده واحد لا فولاتيليتي و كيتحرك سولون العرض والطلب راه ضروري كيجي واحد الوقيتات وكيدير دي كوريكسيون ضروري من لي كوريكسيون. ما كرهتش الصراحه نمشي نشوف معكم فيسان الا دخلتوا لو غراف ديال فيسين وشفتوها راه هي مورا واحد لي سيونس راه كانت دارت واحد لا كوريكسيون هبطات وموراها مباشره عاودات طلعات واحد طلعه ومن بعد دخلت في واحد لا كوريكسيون في واحد لو رانج اللي كتداول فيه. فوالا هذا هو الدرس اللي خصنا ناخذ اليوم. السوق راه فيه الصعود كيف ما فيه النزول وهذا هو المنطق ديال السوق والسوق كيتحرك بحال هكا. والمستثمر في هاد اللحظات اللي كيكونوا هاد لي بيرتورباسيون كيكونوا هاد لا بانيك خصو يحاول يكون غاسيونيل فهمتي يتصرف بعقلانيه فهمتي يشوف واش كاين شي خبر خايب واش واقع شي حاجه واش كاينه شي ازمه. هنا كندخل كنبيع الاسهم ديالي انا كنهضر على الراي الشخصي ديالي وعلى كيفاش المستثمر خصو يتصرف ماشي كنعطيكم نصيحه ولا كنقول لكم بيعوا. ومني كيكون هاد لابانيك والثمن كيهبط راه عاديه طونك ما كايناش شي حاجه خايبه واحد ليفي ماكرو ايكونوميك او لا ميكرو ديال لا سوسيتي اللي كيخلع واللي خايب بزاف. دونك راه عادي دونك راه كنفهموا باللي راه غير واحد لا فليكسياسيون ديال المارشي وهذا الشيء راه عادي كيوقع. والنقطه الثانيه علاش قلت لكم انا شخصيا بالنسبه لي هذه راه هي احسن جلسه في المسار بالنسبه لجوج حوايج وهو ان السهم
مزيانه، يهبط لهاد دي نيفو، يقدر يدخل في واحد لو رانج، يقدر يزيد يهبط المستويات ديال 700 درهم، ومن بعد راه غادي يطلع، من بعد غادي يزيد يطلع وغادي يمشي بزاف. دونك مزيان. علاش؟ حيتاش خدينا فكره على اشنو كيوقع في السوق، وباللي هاد الانخفاضات عاديين، وباللي صافي بارتي، وهذا الشيء صحي. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم. هذا هو الطريقه ديال النمو الصحيه والزوينه. انا كنت كنقول لكم في فيديوهات، كنت كنقول لكم هاد لي نيفو اللي وصلنا ليهم راه كيخلعوا. علاش؟ حيت هاد طلوع مني كيرجع واحد الرجعه اللي خايبه. دونك ها هي جات، الحمد لله جات هاد الرجعه اللي خايبه. دونك دابا غادي نتسناو المارشي يقدر يزيد يهبط، ومن بعد راه غادا دار لا ريبريز ديال لاكسيون ديالنا. هادشي اللي بغيت نشرح لكم. ومزيانه اننا خدينا واحد الدرس بالنسبه، كاينين بزاف ديال الناس جداد داخلين البورصه. دونك هاد اجي تي ام خدينا فيها واحد الدرس زوين اليوم، اللي تعلمنا فيه اننا خصنا نتحكموا في المشاعر ديالنا. منين كيكونوا هاد اللحظات ديال لابانيك، فالمستثمر الحقيقي شنو كيدير؟ اللي عنده ان فيزيون سير لو لون تيرم بيان سور، كيجي وكياكتواليزي لي شيفر ديالو. هادشي علاش اون فا اكتواليزي لا فالوريزاسيون ديال اس جي تي ام اون فونكسيون ديال هاد لو نوفو بارامتر اللي عندنا، هو لو بري ديال اليوم، هو لو كور اللي كان عندنا اليوم في لا كلوتير. دونك اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه جي ديسيدي باش اننا نحسبوا اغوي، غادي نحسبوه ديال الفرق بين هذا اللي غنحسبوا اليوم وهذا. سيكو هذا اللي بازي على لي شيفر ديال 2025، على لي شيفر ديال 2025 اللي كانوا محطوطين. دونك باش غادي نحسبوه، غادي نحطوا القاعده ديالو اللي كتقول لنا، نكتبوها باش تبقى عندكم اللي بغى يعرفها. كتساوي لو résultat net divisé les capitaux propres. هادشي كنضربوه فوا 100 باش كنعرفوا الربحيه ديال لي كابيتو بروبر، لو روندمون ديال لي كابيتو بروبر. دونك هذه هي القاعده. باردون، كيفاش كنحسبوا هاد باش تبقى عندكم؟ دونك غادي نجيو هنا، غادي نطبقوا ار و او. اول حاجه غنحسبوا الريزلطا نيت. الريزلطا نيت هو الربح باغ اكسيون اللي عطاتنا جي تي ام في لي بيبليكاسيون ديالو اللي هو 23، الربح ديال كل سهم، وغنضربوه في عدد الاسهم. دونك يعطينا الربح ديال الشركه اللي هو هذا. باردون، هذا الريزلطا نت 2026 او كتعني استيمي ديال 2026. دونك لي كابيتو بروبر هما هادو، خديناهم من لي بيبليكاسيون ديال لا سوسيتي. فوالا. دونك دابا غادي نجيو تو سامبلومون وغادي نحطو هذا، نطبقوا القاعده. اش كتقول لينا؟ قلنا الريزلطا نت هو هذا مقسوم علاش؟ على لي كابيتو بروبر هذا. دونك غادي نديرو لو بورسونتاج. دونك فاش كيكون هو اون بورسونتاج، فوالا. دونك الار او ديال اس جي تي ام في 2026 استيمي هو 35%. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نديرو واحد لا كومباريزون ديالو مع لو فورورد بي ار فورورد، الا ما غلطتش فيها 2026. انا ندير واحد لا كومباريزون معاه. استيمي 2028. دونك كيساوي، غادي ناخدو لو كور الحالي وغادي نقسموه على
لو بينيفيس باغ اكسيون استيمي ديال 2026 تيعطينا دون نومبر. دونك غادي يعطينا تقريبا نفسه. دونك ما عرفتش حاليا بهاد لا ميزاجور ديال الثمن ديال 809 راه جي تي ام باقا كتحترم لي فوندامونطو لو بي ار ديالها الفورورد ديالها 35. ولكن عادي 35 بالنسبه ليا عاديه نظرا لاشنو واقع في جي تي ام حاليا ولي شونتي اللي عندها. دونك الا خدينا هذا ودرنا واحد لو راسيو ديال بي او ار ديفيزينا بار او او غيعطينا تقريبا الا درنا بي ار اللي هو 35 فاصلة 39 فاصلة جوج مقسوم على 35.1 تقريبا 35 فاصلة راه كتعطينا تقريبا 1. يعني راه لا فالوريزاسيون دي مهمه. باغطون نديرو هكذا باش اللي بقى يسكريني هادشي ويبقى عنده باش يرجع ليه. دونك راه تقريبا لا فالوريزاسيون المستقبليه ديال الاستيمي ولا الاستيمي ما عرفتش بالمقدره ديال 2026 ديال جي تي ام فراه كتواكب كتجيستيفي لينا بواحد لو روندمون واحد لا رونطابيليتي سير لي كابيتو بروبر اللي معقوله اللي تقريبا هي نفسها. دونك هذه حاجه زوينه بزاف. دونك حاليا بالنسبه لي انا شخصيا الراي الشخصي ديالي فراه الاسهم ديالي ديال جي تي ام ما بعت منهم حتى شي سهم وحاليا ما كنفكرش نهائيا انني نبيعهم نظرا لان هاد لا سوسيتي زوينه بزاف وعندها مستقبل زوين. دونك اون بو با فوندر ان جوور كي غانيون واحد لو جوور كي في لا ديفيرونس راه ما عمرنا كنخرجوه من الفرقه ديالنا. دونك حاليا ما غاديش نبيع. الناس اللي باعوا هنيئا لكم باللا بلي فالي اللي درتو راه تبارك الله داروا واحد لا بلي فالي اللي زوينه وبصحه والراحه والعقوبه ان شاء الله لشي انتروديكسيون تكون في حال جي تي ام. والناس اللي باقيين ما باعوش فراه ما كاين مناش يخافوا. بالنسبه لي شخصيا الراي ديالي فراه باقيين دي بيرسبكتيف زوينين. وهذا الشيء اللي كان بالنسبه للحلقه ديال اليوم. كنعتذر الا كانت شويه طويله ولكن راني حاولت انني نشرح هذا الشيء مزيان وخديت وقتي باش ان الصوره تكون واضحه والناس الجداد يتعلموا والناس القدام اللي عنده شي فكره يصححها. وكنبغي نشكركم بعدا على واحد القضيه كديروها اللي كتعجبني بزاف هو ان الناس كيصحوا ليا. بعض المرات كنغلط كيديروا ليا التصحيح ولكن في لي كومونتير راني كنحاول نجاوبكم علاش شرحت بهذيك الطريقه وكنستافد معكم شي حوايج كتحطوهم ليا في التعليقات كنستافد منهم. والى عندكم شي تعليق ولا عندكم شي راي بخصوص هذا الشيء فانا راني راه الاشاره مرحبا. وحطوا التعليقات ديالكم كيف ما كانت زوينه ولا خايبه واي نصيحه باش اننا نزيدوا بهذا المحتوى القدام فمرحبا بها. والناس المتابعين شكرا لكم بزاف. شكرا والى اللقاء في حلقه جديده بحول الله وقوته.